السلام عليكم، معكم محمد مالو من قناة ميكانولوجي. دي أول حلقة في كورس الباوربوينت على القناة. فيديو النهاردة هيكون عبارة عن مقدمة هنشرح فيها محتوى الكورس بالكامل بحيث انت تبقى فاهم الكورس هيبقى ماشي ازاي. زي ما وضحنا هنبدأ نشرح البرنامج بشكل عام، الحاجات اللي احنا هنشتغل عليها في الكورس قدام عشان تبقى انت فاهم الكورس هيمشي ازاي. أول حاجة بنبدأ نشرحها ازاي نعمل فايل بأكثر من طريقة، يعني ازاي تعمل فايل، تنشئ فايل بالباوربوينت، ونوضح المشاريع الجاهزة عندنا قبل كده في الإكسل. في مشاريع جاهزة انت ممكن تشتغل عليها على طول. المشاريع دي بتبقى مشاريع جاهزة ممكن تستفاد بيها بحيث ان انت تنجز وقت وتوفر لك حاجات كتير. الناس اللي حاطط معانا كورس الاكسل على القناة تبقى فاكرة حاجات طبعا من الحاجات دي كتير، لان في تشابه كبير بين الاكسل والباوربوينت والوورد، كلهم فيهم حاجات مشتركة بينهم. وهنشرح كمان كل القوائم اللي عندنا من اول هوم وانسيرت وديزاين وترانزيشن كلها، والانيميشن والسايد شو والريفيو والفيو والريكوردنج والهيب والحاجات دي كلها. طبعا هنشرح كل قائمة من دول بالتفصيل. يعني انسيرت نشرح ازاي لو احنا عايزين نضيف صورة، عايزين نضيف جدول، عايزين نضيف ليست، عايزين نضيف اي حاجة، هنشرح كل الحاجات دي بالتفصيل. طبعا هتلاقي كل حاجة من دي متقسمة جروبات كده. طبعا احنا برضه هنوضح الحاجات دي متقسمة ازاي وازاي نقسمها لو احنا عايزين نعمل حاجة لينا احنا لشغلنا اللي يسهل لنا. برضه هنوضح الحاجات دي كلها. فطبعا اهم حاجة في الشكل بتاع الباوربوينت تبقى عامل الشكل الجانبي بتاعه منظم بحيث اللي انت تقدر تعرض شغلك او حاجتك بسهولة. طبعا الحاجات دي اهم حاجة عندك، اللي انت تبقى العرض بتاعك يبقى منظم في الكتابة، في الشكل، في التوزيع الحاجة، ما يبقاش حاجات كتيره، ما تبقاش حاجات قليله، يبقى حاجه منظمه مع بعض. طبعا ده احنا هنساعدك انت توصل للمرحله دي بحيث انت البرزنتيشن بتاعتك تبقى موضحه ومفيده للناس وشكلها الجمالي بتاعها كويس. اتمنى الناس تستفاد من الكورس ان شاء الله، وما تنسوش تدعمونا باشتراك ولايك.